السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في اتم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غنقدموا اقتراح جديد. غادي نقدموا واحد المسمنات في الفرن بشكل مغاير شويه على المسمن اللي كنديروه معمر مالح في الفرن. غيجيو على شكل نصف دائري. هانتوما غتشوفوا معايا كيفاش غيجيو. المقادير ديال هذا العجين، عندنا العجين وعندنا الحشوه. المقادير ديال العجين ان شاء الله غنحتاجوا نصف كيلو ديال الفورص او دقيق ابيض، 2 معالق زيت المائده او زيت الزيتون اللي بغيتو، ملعقه كبيره خل، ملح حسب الذوق، انا هنا درت نصف ملعقه صغيره، واحد البيضه، والماء بطبيعه الحال اللي جا من العجين. دابا غنمروا نجمعوا العجين باش نخليوه ترتاح معنا. نضيفوا الملح الدقيق، الخل، الزيت، وبيضه بطبيعه الحال بيضه. نجمعوا العجين بالماء البارد، يكون الماء بارد. بعد ما جمعت العجين كتصبح على هذا الشكل، ما تكون لا رطبه ولا قاصحه، المهم تكون شاده في راسها شويه ماشي رطبه بزاف. صافي ندهنها بشويه الزيت هكا ونديروها في شي بلاستيكه ونغلقوا عليها. صافي نديرو شي بلاستيكه ونغلقوا عليها ونخليوها حتى ترخف معنا مزيان. ما تخافوش منها حيت ما فيها لا خميره لا والو، راه كتجي زوينه. عاد كتطلق معنا وكتسلك نفسها من نفسها. الحشوه اللي غنحتاجو لهاد المسمنات ان شاء الله، غنحتاجو واحد الجزره محكوكه رقيقه، الحكاكه الرقيقه، بصله مقطعه حتى هي رقيقه مربعات رقاق، فلفل اخضر مقطع رقاق او فلفل الوان او احمر او اللي عندكم ماشي مشكل. عندنا واحد الكميه ديال الكفته، لان عندي الكفته ديال الدجاج او دجاج مقطع طريفات رقاق، او كفته الديك الرومي اللي عندكم. بالنسبه لهنا عندي الشعريه الصينيه مقطعه، بعد ما درنا عليها الماء طايب الماء الساخن وصفيناها وقطعناها حتى هي، ولكن ما احتاجوش دابا حتى الاخير، هذا كنضيفوها حتى تشحر معنا الحشوه. بالنسبه للعطريه عندنا واحد المعلقه صغيره ديال الهريسه او اختياريه، اللي بغى يديرها مابغاش يديرها، نصف ملعقه ابزار، ملعقه صغيره ديال الفلفل حلو، ملح حسب الذوق، والزيت بطبيعه الحال للطهي اللي غنشحروا فيه هاد المكونات كامله. الوغ نمروا دابا ان شاء الله نشحروا هاد المكونات. في مقلاة فوق النار نضع الزيت، الزيت الكافي، نضيفوا ليه البصل، الفلفل الاخضر، ثم الجزر، نضيفوا الملح. بعد ما تشحرت معايا البصل والفلفل والجزر شحروا معايا شويه، دابا غنضيفوا كفته الدجاج. شحر معايا الدجاج شويه، دابا نضيفوا العطريه، نضيفوا المكونات كلها بحضرتها. بعد ما يتشحروا غنزيد عليهم فيغميس. صافي انسجمت معايا المكونات كلها وتشحرات ونشفات هكذا. صافي دابا غنطفي عليها ونخليها حتى تبرد معايا وندوز باش نشكل العجين. ما تحت معايا العجين، شوفوا كيفاش طلقات، كتطلق وكتولي زوينه مدلوكه. غنجبدها دابا وغنشكلها كويرات صغار. نشكلها كويرات صغار هكا. هنا يدينا بشويه الزيت، ندير كويرات صغيورين هكذا بحال ندير مسيمنات. صافي ندهنهم بشويه الزيت هكذا ونغطيهم بشي بلاستيك. صافي نخليهم واحد 5 دقائق حتى ل 8 دقائق، غير باش يترخفوا معنا عاوتاني واحد شويه وندوزو باش نشكلوه. بعد ما ارتاحت معايا العجين واحد 5 دقائق، قلت لكم حتى 7 8 دقائق، انا نديرها دابا على شكل مربعات.
نطلقوا العجين على شكل دائري، هي كتكون مطيعه دغيا كتطلق. يكون حدانا هنا شويه الزيت كمرحله اولى، غير الزيت نطلق معانا. ديك الساعه ندهنوها بالزبده، تكون درجه حراره المطبخ الزبده هكذا درجه حراره المطبخ. ناخذ منها واحد شويه ندهنوا لها السطح ديال هاد الكويره كامله بعد ما طلقناها صافي، ونربوها على شكل مسمن بحال المسمن العادي اللي كنصوبو. ندهنوه هنا تا هو بالزبده صافي، نديروه على شكل مربع ونحطوهم هنا حدانا في شي بلاطو. نكملوا الباقي. ناخذ العجين نطلقوه على شكل مربع نيت. صافي كناخذ شويه الحشو والحشوه كنوضعها هنا، كنقاد هكا واحد شويه. نلوي على هذا العجين هكا حتى تغطى بالكامل. ناخذ هاد القطعه ديال البيتزا او سكين اللي كان، نديرو شرائط حتى نقطعو العجين حتى تقطع معنا العجين. صافي وندورو نكملو الدوره ديالنا بهذوك الشرائط هكا حتى نوصلوا لهنا، وندوروها على شكل مقوس صافي، ونحطوها في اللاطه ديالنا حدانا. كيجي شكل جميل ومختلف شويه. ناخذ مربع ثاني نديرو نفس العمليه، نطلقوه على شكل مربع. شكلت المسمنات ديالي على شكل مقوس. دابا غادي ناخذ واحد بيضه كامله ودرت معها واحد شويه صلصه الصوجه كتعطي واحد اللون زوين في المملحات. غنخلطهم مزيان وندهن بهم السطح ديال المسمنات ديالي. وعندي هنا واحد شويه حبه سوداء او خشخاش او اللي كان عندكم، غير اللون الاسود كيعطي واحد اللون. غنديرو هنا غير بالجنيبات. صافي دابا الفرن راه ساخن 180 درجه ديجا كنت شعلت عليه. غندخل المسمنات ديالي يطيبوا نصف ساعه ما بين الفوق والتحت، ربع ساعه 15 دقيقه لتحت حتى يتحمروا معنا، ونطلعوا من الفوق حتى يتحمروا من الوجه صافي وكيكونوا واجدين ان شاء الله. ونتلاقاو مع الشكل النهائي. الاقتراح ديالنا ديال اليوم هاد المسمنات بشكل مختلف ساليناه، هما كيجيو على هذا الشكل، كيجيو رائعين ومحمرين، وداك الشكل كيعطيهم واحد الجماليه مختلف شويه على داكشي اللي كنصاوبو ديما. كيجيو مورقين ومقرمشين. غنحل معكم شي وحيده تشوفوها تسمعوا قرمشه مقرمشين زوينين، كيجيو على هذا الشكل والحشوه كتجي زوينه الوسط. ها هي كنتمنى تجربوه ان شاء الله وتعمروا بهم ان شاء الله مائده الافطار ديالكم وتنوعوا بها. وهنا كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا. الى اللقاء، اللهم يسر.